سفير إسرائيلي سابق في مصر قال إن مصر بتنتهك اتفاقية السلام، والشرق الأوسط في حالة غليان مستمر، والتهديدات بتكبر كل يوم وبقت معروفة ومعلنة للجميع. وقرار خطير تم اتخاذه اليومين اللي فاتوا، تجميد عضوية المملكة العربية السعودية في البريكس. وموضوعنا الشائك اللي اتكلمنا عنه كتير، اوعى تفتكر ان قضية سد النهضة خلصت او ان التوتر ما بين مصر واثيوبيا انتهى. يسعد صباحكم او مساكم اينما كنتم، انا رفيق عادل وانتم بتتابعوا برنامج اصل الحدوتة. في حلقتنا معاكم النهارده هنفتح ملف حساس وشائك جدا ويمكن بيشغل ذهن كل مصري. الملف هو سيناء والجيش المصري، وايه هي التهديدات اللي بيهددها الجيش الاسرائيلي للجيش المصري. اكيد معظمنا سمع في الفترة اللي فاتت ان السفير اسرائيلي سابق في مصر قال وصرح تصريح رسمي ان مصر انتهكت اتفاقية السلام ما بينها وبين اسرائيل، وقال كمان ان الجيش المصري بيهدد الجيش الاسرائيلي في عقر داره. هنكشف معاكم في حلقتنا النهارده كواليس المخططات الاسرائيلية اللي بتدبر ضد مصر، ولو جاز التعبير ضد سيناء بالذات. ولما تعرف يا صديقي ان الموضوع مرتبط ارتباط كلي وجزئي بامننا القومي، يبقى لازم نتكلم في الموضوع. وهنتكلم كمان في موضوع تهجير الفلسطينيين إلى سيناء. ركز معايا يا صديقي للآخر، لأن الحلقة دي دسمة وفيها أخبار كتير مش هتسمعها في أي مكان تاني، هتسمعها معانا وبس. لأن حلقتنا معاكم النهاردة مش مجرد كلام، هو تحليل عميق على أرض الواقع لكل اللي بيحصل في الشرق الأوسط. هنكشف كمان معاكم مخططات ضرب إيران ومفاعلاتها النووية، وضغوط الكيان الصهيوني على معظم دول المنطقة اللي بيواجه رصاصه حاليا ضد معظم الدول العربية. حلقتنا معاكم النهاردة هي حلقة من العيار الثقيل، لأننا هندردش مع بعض في موضوع خطير وقرار اتاخد من كام يوم، والقرار هو تجميد عضوية المملكة العربية السعودية في اتفاقية البريكس. وهل ده انسحاب ولا خطوة محسوبة في لعبة سياسية واقتصادية أكبر مني ومنك يا صديقي؟ النهاردة في حلقتنا مش هنقف عند الأخبار اللي بتتقال وتمر مرور الكرام. النهاردة هنغوص في البحر جوه، وهندخل معاكم للعمق عشان نفهم ايه اللي بيحصل بالظبط في الشرق الاوسط، وايه اللي بيتدبر لمصر وخصوصا سيناء. فنجان البن التمام، ويلا نعرف الحدوته سوا. السفير الإسرائيلي في مصر السابق ديفيد جابرن كتب مقال مهم جدا واتكلم فيه عن مصر بشكل خطير. صرح وقال إن مصر بشكل رسمي بتنتهك اتفاقية السلام بينها وبين دولة الكيان. ودليله يا صديقي في المقال اللي قاله أو في كلامه، وده طبعا من وجهة نظره، إن مصر بتنشر قوات ضخمة عسكرية في سيناء، وإن الجيش المصري بيصرف مليارات الدولارات على التسليح والتدريب. وبحسب كلام السفير ديفيد جابرن قال إن مصر ملهاش أعداء. مش ده المهم، لكن الأهم إن المقال كشف العقلية الإسرائيلية تجاه مصر. إسرائيل شايفة إن الجيش المصري هو أكبر تهديد ليها في المنطقة، عشان كده هي بتعمل له 1000 حساب. وده طبعا مش بيعتبر جديد، دايما شايفة إن وجود جيش مصر القوي بيهدد مصالحها وبيحد من رغباتها التوسعية في المنطقة. خليني أقولها لك على بلاطة وبصراحة، دولة الكيان عينها على سيناء، وده من ساعة حرب 73، مش بس عشان سيناء بوابة مصر الشرقية، لكن الهدف الأساسي إن دولة الكيان شايفة إن سيناء هو حل للقضية الفلسطينية، والهدف واضح ومعروف للكل: تهجير الفلسطينيين إلى سيناء. التطور حصل في وقت قريب جدا، والتصريحات ابتدت تزيد ابتداء من يوم 7 أكتوبر، من ساعة ما بدأ طوفان الأقصى. شفنا كتير من مسؤولين إسرائيليين، حتى مقالات في الصحف العالمية، كله بيتكلم على إن جيش مصر بيهدد دولة الكيان. وطبعا دي محاولات واضحة لتبرير أي تحرك عسكري مصري في المستقبل. هقولك على نقطة مهمة جدا ركز فيها معايا. الحرب النفسية والإعلام والفتن الداخلية ليها صدى مؤثر جدا على المجتمعات، لأن الموضوع ما وقفش عند شوية مقالات عالمية ولا شوية تصريحات لسفراء سابقين، لكن كمان شغالين على حرب نفسية لضرب مصر من الداخل. زي ما شفنا من فترة حملات بتتكلم عن حقوق الإنسان والحريات. الوتيرة بتاعت أو الاسطوانة بتاعت 2011 و13 و15 ابتدت ترجع تاني، بس بترجع النهاردة بحملات ممنهجة مأجورة، والصوت والنداءات مختلفة عن زمان. المرة دي بيتكلموا أو بيزرعوا فكرة يسقط حكم العسكر، بدل ما كانوا بيقولوا زمان يسقط النظام. وده في حد ذاته بقى واضح جدا ومفهوم للجميع. وطبعا الهدف معروف: إشعال الفوضى والبلبلة تاني في مصر. الخطر الأكبر يا صديقي إن الحملات دي مش عشوائية. في منظمات دولية لدول بترعى الإرهاب من سنين
بتمول الحملات دي؟ بريطانيا مثلا. والهدف طبعا معروف، وهو إثارة السخط الداخلي ومحاولة ضرب الاستقرار في مصر. ويجي هنا سؤالنا الأهم والأخطر، هو ليه الجيش المصري مخوف وبيرعب إسرائيل بالشكل ده؟ فمقال السفير ديفيد جبرن اللي كتبه وضح النقطة دي بشكل كبير. قال إن المسؤولين المصريين أو العقيدة المصرية شايفة إن دولة الكيان دولة غير شرعية في المنطقة، وشايفة إن دولة الكيان هي كيان استعماري مفروض على المنطقة بالقوة. لما تجمع العقيدة دي جنب حجم الإنفاق اللي بيتصرف على الجيش من تدريب وتسليح، هتقدر تفهم وبكل بساطة ليه إسرائيل مرعوبة منك. لأن ببساطة الجيش المصري بيطور نفسه، أسلحة حديثة، قوات برية وبحرية وجوية، كفاءات قتالية وتدريب أحدث الأسلحة لو جاز التعبير، وانتشار قوي جدا في سيناء عسكري وتنموي، وده بيقلقهم قوي. نروح بقى لليمن اللي نفس القصة بتتنفذ فيها، مربوطين ببعض، هو نفس السيناريو بس بيتحقق كل مرة أو كل فترة في سنة، مع إضافة شوية تعديلات بسيطة حسب الأيديولوجية أو الفكر الخاص بالشعب الخاص بالبلد دي. إسرائيل في اليمن بتمارس نفس الأساليب، بيحاولوا يشددوا الضربات على الحوثيين بعد ما ضربوهم بصواريخ ذكية ومتطورة جدا. الوضع ده لو بيكشف شيء فهو بيكشف المخطط الأوسع أو الأكبر للشرق الأوسط الجديد، وهو إن إسرائيل بتستخدم أي صراع إقليمي في المنطقة لتحقيق أهدافها التوسعية، وده خطر جدا. تعال بقى يا صديقي عشان نفهم الموضوع أكتر سوا. في دروس كتير قوي مستفادة من موضوعنا ده. إسرائيل مش بس شايفة إن الجيش المصري بيحد من رغباتها التوسعية وتهديد ليها، لكنها بتحاول تلعب على كل الجبهات لإضعافه. ثانيا، وهو الأهم في حلقتنا النهاردة، وعي الشعب المصري، وعيي ووعيك ووعي الشعب المصري هو خط الدفاع الأول. والمصريين فاهمين المخطط وعارفين الرغبات التوسعية، وعارفين إن الكيان عايز سيناء، والناحية التانية عايز في الضفة الغربية في الأردن يودي الفلسطينيين هناك، بالتالي يحقق ولو جزء من إسرائيل الكبرى The Greatest Israel. وعي الشعب المصري بيظهر في ردود أفعالهم تجاه الحملات المأجورة والممنهجة ضد مصر والجيش المصري. في نفس الوقت لازم نكون حذرين جدا. الحملات الإعلامية الموجهة ضد مصر وضد الجيش المصري مع اللجان الإلكترونية المأجورة، كل دول سبوبة ودورهم هيخلص. المهم وعينا المهم احنا نكون فاهمين ان في مخططات بتتدبر ضد مصر، والهدف هو سيناء. فهم بيلعبوا على الحتة دي، هم عايزين يوقعوك، لان انت حاليا الشوكة اللي واقفة لهم في زورهم. جيشك اللي بيمثل تهديد ليهم صريح، ومخليهم كل اللي قادرين يعملوه معانا هي حرب إعلامية ونفسية وحملات موجهة إعلامية. فهو ما يجرؤش ان هو يهوب او يقرب ناحية الحدود، لان هو عارف مصر ممكن تعمل ايه. في النهاية حابب اقول لك حاجة في النقطة دي، ان الحرب مع اسرائيل مش بس طيارة ودبابة وصاروخ او مجرد معركة عسكرية، لكنها في الاساس هي معركة وعي شعب واستقرار وطن. الجيش المصري لما بيطور من نفسه هو بيطور من نفسه لحماية البلد وحماية سيناء، مش بس عشان هي البوابة الشرقية، لكن عشان سيناء هي خط الدفاع الأساسي لأمننا القومي. موضوع تاني وأهم يا صديقي هو موضوع إيران وضرب مفاعلاتها النووية. الكيان الصهيوني في الفترة دي بيفكر إن هو يضرب المفاعلات النووية الإيرانية، والهدف الأساسي من المفاعلات هو مفاعل بوشهر. ليه بوشهر بالتحديد؟ لأن بوشهر بيعد القلب النابض لبرنامج النووي الإيراني. إسرائيل بتفكر إن هي تستخدم أسلحة تكتيكية حديثة جدا بحيث ان هي تضرب المفاعل بدون اي تسريب. لو عجبك الفيديو شير لايك وسبسكرايب، واهلا بيك في اي وقت. كنت معاكم رفيق عادل في اصل الحدوتة، واستنونا في حواديت جاية كتير. اشوفكم على خير.